قصة النهاردة يا بنات هناخد منها موعظة كبيرة جدا. تابعوا معايا القصة هتعجبكم قوي قوي. أم قاعدة مع أولادها بتذاكر لأولادها الكبار، تعمل كل طلباتهم، والمهم إيه عشان تسهي ابنها الصغير ادته كراسة وقلم وقالت له إيه ارسم عشان تقعد تذاكر مع إيه مع أولادها الأكبر. بعد كده لقيت نفسها سهت، افتكرت إن هي محطتش الأكل لحماها اللي هو أبو جوزها اللي قاعد معاهم في البيت. خدت الأكل وراحت بسرعة، اللي هو عايش في غرفة بره، يعني ايه عاملين له غرفة في الجنينة، يعني معاهم في البيت بس ايه في الجنينة عاملين له غرفة خاصة بيه في الجنينة لوحده. وهي بتروح تخدمه وتعمل له كل طلباته، بس هو ومن كتر ما ان هو تعبان وصحته على قدها ما بيطلعش من الغرفة دي خالص. خدت الأكل وراحت حطت له الأكل وقالت له عايز أي حاجة مني تاني، عايز أي خدمة تاني؟ قال لها شكرا وسابته وجت. يعني الراجل ده عجوز، اب ربى وخلف وقاعد وحاطينه في اوضه لوحده، ومن كتر ما هو تعب ما بيقدرش يروح عليه. المهم رجعت البيت، قالت بقى تبص على اولادها، لقيت الولد الصغير لسه قاعد كده وماسك وعمال يعمل دي دواير بالقلم. سالته ايه يا حبيبي اللي انت بترسمه ده؟ قال لها برسم بيتي اللي هعيش فيه بعد ما اكبر واتجوز. قعدت بقى ايه تساله على الغرف، طب فين اوضتك؟ قال لها اوضتي دي. وقعد الولد على قد معرفته على انه ولد طفل صغير، قعد يقول ايه بقى، يعرفها الاوض دي، هنا اوضه المعيشه، هنا اوضه الضيوف، هنا المطبخ، هنا الحمام. قعد يوصف لها على قد ايه، على وصف البيت العائلي عامه، يعني البيت ايه اللي هم عايشين فيه. المهم في اوضه لقيتها ايه معزوله بعيد عن البيت خالص. قالت له طب دي ايه، مش معنى الاوضه دي يا حبيبي معزوله بعيد عن البيت؟ قال لها دي الاوضه اللي هخليكي تعيشي فيها بعد ما اكبر وابقى زي جدي بعد ما تكبري، بعد ما تكبري وتبقي زي جدي ضعيفه ومريضه ومش قادره تتحركي، دي الاوضه اللي هخليكي تعيشي فيها انت ووالدي. الست انصدمت واتذهلت وما بقتش عارفه تعمل ايه، وقالت بعد كده بعد ما ربيتهم وكبرتهم وتعبت فيهم هقعد لوحدي في غرفه معزوله، لا حد يشوفني ولا اشوف عيالي ولا عيال عيالي ولا اسمع صوتهم ولا اتكلم معاهم ولا يبقى في حد اتكلم معاه ولا حد اشوفه ولا يشوفني. حست بقى بالغلط اللي هي عاملاه هي وجوزها، مع ان جوزها راضي ان ابوه يقعد في الاوضه اللي بره وراضي بخدمه مراته ليه ومش زعلان. المهم الست اسرعت وجابت احسن اوضه اللي هي اوضه الضيوف اللي في البيت، وضبتها ونظفتها وخلتها زي الفله، ونقلت سرير حماها وحاجات اللي في اوضه حماها في الاوضه بتاعه الضيوف، ونقلت الحاجات اللي في اوضه الضيوف في الاوضه الايه اللي بره. جه جوزها قال لها ايه اللي انت عملتيه ده؟ طب وليه التغيير ده؟ قالت له انا بنقي احسن اوضه ليا انا وانت اللي هنعيش فيها بعد ما نكبر. ماشي. وحكت له على الموقف اللي ابنها عمله. يعني اللي نتعلمه من القصة دي يا بنات، اللي كما تدين تدان. يعني احنا واحنا صغيرين اما نكبر هنحتاج اللي يخدمنا ويقف جنبنا. هم وقفوا جنبنا، ابونا وامنا وقفوا جنبنا واحنا صغيرين، يبقى احنا لازم كمان اما هم يكبروا يحتاجنا نشيلهم فوق دماغنا وفوق راسنا. يعني زي ما تعملي مع اولادك، مع ابوك وامك اولادك هيعملوا معاكي. يعني الاب والام ما يتعوضوش. ربنا يخلي للام الناس كلها ابوها وامها ويبارك فيهم، ده هم بركتنا، وهم يعني الحاجه الحلوه اللي في حياتنا. وهم احنا من غيرهم ما كناش نبقى ولا حاجه، ما كناش نبقى موجودين. انتوا متخيلين لو الاب والام ما وقفوش جنبنا وربونا وعلمونا وكبرونا، ما كناش هنبقى موجودين. راعي ربنا في ابوك وامك وشيلهم على راسك من فوق، حطهم في قلبك وفي عينيك، هتستفاد والله وهتبقى سعيد.